Audio Jungle. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في وسط جماهير مصر، في وسط جماهير النادي الاهلي، انا حضرت ماتش الاهلي والوداد، قلت لكم هم جماهير شرسه جدا دون ادنى خروج عن النص في تشجيع فرقها. شوفوا كل كره توصل لاوكلاند سيتي تعدي نص الملعب، صفافير، كورنر، فاول، اي حاجه في ريحه الخطوره على النادي الاهلي، صفافير. شكرا لجمهور المغرب الشقيق اللي ما خيبش الظن فيه، اللي كان متواجد في الملعب بكثافه وشجع الاهلي بكثافه، والاهلي لو بيلعب في استاد القاهره بالظبط كانه بيلعب في استاد طنجه. ملعب حلو قوي، النظام في المغرب نظام بديع فعلا، بلد بتدي بجد درس في كل حاجه، في نظامها، في البنيه التحتيه بتاعتها. نتحدث عن عنوان بارز على مستوى التنظيم. اذا رقم 3 له ارتباط كذلك باسم مكرم في هذا الافتتاح، روح سالي الاسطوره الذي رحل في الاسابيع الاخيره. ولرقم 3 كذلك ارتباط باختفاء اثر الرحال المغربي بن بطوطه الذي سمي هذا الملعب ملعب طنجة الكبير على اسمه، الاسم الذي طاف العالم في القرن ال13، الرحال المغربي والتاجر والرسام الذي اثبت بانه فعلا عالمي. اذا كل المؤشرات تؤكد بان المغرب اصبح يسجل اهداف الحضور في هكذا مسابقات بعد الحضور الاستثنائي في المونديال. ها هو المغرب يصدر سحره للعالم من خلال هذا الافتتاح الاستثنائي. والافتتاح الجميل، انا الحقيقه بشكر اخواتنا الاعزاء الجمال المحترمين في المغرب الشقيق، يعني سواء الاداره في اداره الاتحاد المغربي لكره القدم، اللي يعني من ساعه ما النادي الاهلي دخل او وصل الى المغرب واستقبال منقطع النظير. وشفنا النهارده الصور استقبال او زياره السيد فوزي لقجع للنادي الاهلي واجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب، حاجه تحفه. يعني الناس هناك الحقيقه على مستوى اداره الاتحاد، بشكر تاني السيد فوزي لقجع، السيد محمد المقروف، وبشكر كل الاتحاد المغربي لكره القدم على يعني حبهم ويعني مساندتهم القويه للنادي الاهلي. لكنه يتبقى 2 لابد من الشكر. الاول هذه الجماهير المغربيه الغفيره الرائعه الجميله. انا شعرت ان النادي الاهلي بيلعب في وسط استاد القاهره، في وسط جماهير مصر، في وسط جماهير النادي الاهلي. انا حضرت ماتش الاهلي والوداد، قلت لكم هم جماهير شرسه جدا دون ادنى خروج عن النص في تشجيع فرقها. شوفوا كل كره توصل لاوكلاند سيتي تعدي نص الملعب، صفافير، كورنر، فاول، اي حاجه في ريحه الخطوره على النادي الاهلي، صفافير، بيتعبوا اعصاب الفريق المنافس. كل هجمه مع النادي الاهلي تشجيع منقطع النظير. دخل الهدف الاول اتنططوا، الثاني طاروا من الفرحه، الثالث بقى سابوا الملعب ومشوا اطمنوا على النادي الاهلي، والاهلي بيقول لهم متشكرين، والجماهير المصريه بتقول لهم متشكرين. الف مليون شكر على هذه المسانده الرائعه الجميله. دايما 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 كلنا كده كعرب في ظهر بعض. وهنا الجماهير المصريه ايام المغرب في كاس العالم كنا هنتجنن على المغرب، وهذا الشعور وصل سواء من رد فعل الجماهير عبر السوشيال ميديا او عبر البرامج. وكل الحقيقه كل النوافذ كانت بتبين قد ايه المصريين بيعشقوا المغرب وكل ما هو عربي. وجاء الوقت اليوم عشان الجماهير المغربيه تعبر قولا وفعلا وعملا. الاهلي عمل ماتش ولا اروع ولا اجمل. اولا شكرا لجمهور المغرب الشقيق اللي ما خيبش الظن فيه، اللي كان متواجد في الملعب بكثافه وشجع الاهلي بكثافه، والاهلي لو بيلعب في استاد القاهره بالظبط كانه بيلعب في استاد طنجه. بصراحه بيلعب في استاد طنجه كانه بيلعب في معقله في القاهره. الجمهور المغربي بيشجع النادي الاهلي كانه بيشجع الوداد يا جماعه، كانه بيشجع الرجاء. ودي روح عاليه جدا جدا جدا، والروح دي ناتجه عن حاجات كتير جدا جدا، بجانب الاحساس الجميل والدوله الشقيقه والشعب الشقيق وكل المشاعر الوطنيه اللي بينا. الاجواء اي بطوله كاس العالم، احنا لما كنا بنروح نلعب مع المنتخب الماتشات الكبيره كنت بتشوف الاجواء اصلا انت عايز تلعب كوره. الملعب بساط، الجمهور كله بيشجعك كمان في الماتش في المغرب، وجمهور كتير جدا بيشجع النادي الاهلي في المغرب، او الكل بيشجع الاهلي في المغرب. فالموضوع ده
كان فارق كتير جدا مع الاهلي ومع فوقان اللعيبه النهارده. وكمان الجون اللي جابه النادي الاهلي في اخر الشوط الاولاني فرق، خلى الاداء الشوط الثاني احسن واللعيبه عندها اريحيه، والراجل كان خايف الراجل كان خايف من المفاجآت. نروح لزميلتنا روزان ناصر من اهلي الشيخ زايد ونعيش الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي هنا. برحب بيك طبعا على شاشه قناه الاهلي. قول لي شفت مباراه النهارده ازاي؟ دي حاجه تشرف العالم كله مش مصر بس. بصراحه احنا بنشكر الشعب المغربي على وقوفه مع الاهلي، وبنشكر اللعيبه وكل اللعيبه بصراحه يعني ادوا المباراه على اعلى مستوى، وكتر الف خيرهم انه يطلع منها برواز. فرحه كمان الاخوه المغاربه الناس كلها فرحانه، كابتن محمود الخطيب. وبص فرحه الجماهير المغربيه وفرحه الناس كلها في فندق الاقامه. وكابتن عادل اهو فرحان اتفرج لوحده في الاوضه. ايوه ايه دي عادته في كاس العالم. الجمهور المغربي كان ليه دور كبير جدا جدا النهارده، سواء خارج الملعب زي ما شفنا في فندق الاقامه وداخل الملعب ايضا. ده اكيد، لكن واضح قوي في الملعب تحس ان انت فعلا انت في استاد القاهره. ايوه بالظبط كلها بجد الناس كلها. وبعدين التفاعل بتاعهم حلو قوي. التفاعل بتاعهم مش وانت بتجيب جول، التفاعل معاهم اول ما الهجمه تبقى خطر. مظبوط، تحس الناس كلها يعني كأن جبت جول بالظبط. تحس ان هي الحماس بدري قوي. فلا هم كانوا النهارده مدين شكل تحفه. طبعا الملعب حلو قوي، النظام في المغرب نظام بديع فعلا. بلد بتدي بجد درس في كل حاجه، في نظامها، في البنيه التحتيه بتاعتها، في جماهيرها. الناس بتحبك جدا، بتودك جدا. النهارده يعني لو في حد بيتفرج على المباراه كده يعني من غير لسه ما يعرف يقول لك الماتش ده في مصر في استاد القاهره او حاجه. لكن كل التحيه للجمهور المغربي على الشكل الحلو قوي اللي عملوه النهارده. وجودهم في الملعب كان مدي طابع خاص جدا للمباراه، تشجيعهم الجميل للنادي الاهلي. بتمنى يا رب ان شاء الله يوم السبت بنفس التشجيع، وان شاء الله الاهلي يفرحهم والسبت وتبقى خطوه ممتازه. كل الشكر والتحيه لكل القائمين على الرياضه في المغرب، وكل الشكر والتحيه للجماهير المغربي اللي مع النادي الاهلي، اذا كان بره في الاستاد يا ايمن او حتى جوه في الاستاد جوه الاوتيل وكده. الناس كلها فرحانه ببعثه النادي الاهلي نفسها. اكيد تشجيع الجماهير المصريه، لا الجماهير المصريه في جاليه مصريه للمغرب في مونديال قطر. لا دي الشعب المغربي شهيد يا حبيبي. اسمعني يعني الفيديو اللي كان معروض من شويه كابتن رضا ده مؤازره الجماهير المغربيه قبل الماتش. خلي بالك ان احنا طول عمرنا اي منتخب بيمثل اي فرقه عربيه كلنا بنبقى معاه، ده طبيعي. ماشي، ما بالك بقى ان المغرب وصلت يعني رابع العالم. عارف يعني ايه رابع العالم؟ فده حاجه احنا ما شفناهاش، ويمكن نموت وما نشوفش فرقه عربيه او افريقيه تبعنا بتوصل ان تاخد رابع عالم. فانا بقول لك ان ده طبيعي. انما تخيل لو مصر كانت موجوده في التوقيت ده مثلا مع المغرب. لا ما هو دي منافسه كابتن. ايوه ما انت كان هيبقى لكن قبل كده ما كانش في المسانده من الجماهير العربيه لا افكرك بس. لا انت صغير بقى. استنى بس المغرب 86 المغرب 86 ساعه خيري. ايوه ماشي وعزيز بودرباله. ما كانش المسانده ظاهره قوي كده يا عم ده انت ما كانش عندك تلفزيون ساعتها. لا ليه يا كابتن رضا؟ بس هي زي ده هو كان السنه بس. لا ما 86 كنت بتفرج وعادي جدا وكنت فاكر بس كنت صحفي. لا انا كنت طيب ماشي يعني لسه صغير. اسمعني ما كانش لسه الوعي او كوره. انا بكلمك على زياده السوشيال ميديا والدعم. ايوه ما ده حاجه. خلي بالك انت المغرب 2022 انما انت برضو ايام 86 واحنا بنتفرج على كاس عالم. احنا كنا مبهورين بفرقه المغرب طبعا. خيري والدولمي وعزيز زكي ده انت اللي كنت صغير بقى، انت مش عارف التشكيل بتاع 86. انا بقول لك اهو بدو زكي والبياز طب البياز ده كان قصه لوحده. طب كان بيلبس رقم كامل؟ 4. برافو عليك. طب ما انت كويس اهو. ده انت اللي عشان بس والتيمومي وعزيز عشان دخلت انت في ذاكرتي دلوقتي. لسه حالا دلوقتي. وكريمو والحجاوي. لا يا عم كان مصطفى الحجاوي كان تيم يخوف مرعب. وانت واخد بالك. فعشان كده احنا كنا في شغف ان انت
مع 86 مصر ما كانتش موجوده. ايوه وكنا بنشجع بس المغرب. الفرقه ديت اللي كسبناها هنا في 86 معلش دي في البطوله الافريقيه. بولتار ابو زيد. انا بقول لك 86 والله العظيم مصر هي اللي كانت بتلعب. كنا بنستنى ماتشات المغرب دي عشان نتفرج من ناحيه على متعه الكوره، ومن ناحيه تانية ان دي دوله عربيه وربنا يديمها علينا. خلي بالك النهارده قبل الماتش يعني لو ينفع نعرضه يا استاذ ماجد الفيديو الجماهير المغربيه ومساندتها لجماهير النادي الاهلي او لفريق كمان النادي الاهلي. ما كناش بنشوف الحاله دي يا كابتن حتى وانتوا بتلعبوا، ما كانتش أيوة الحاله دي ان كان بيطرح لك ثواني يا كابتن رضا، كان بيطرح لكم من جماهير مثلا المغرب ولا كان الجزائر؟ اصححها لك بس اتفضل يا كابتن. لان انت بتروح تلاعب فرقه تبعهم. لا انا بتكلم حتى لا لو بس في ماتش النخبه يا كابتن فاكر انت لو في بطوله كابتن رضا لما كسبناهم 2-0 جماهير الرجاء كلها كان يعني الحاله بقت مختلفه. انت دلوقتي انت بره البطوله دي. مين اللي قال تيجي وتشارك؟ ما هو فوزي الأقشع. فانت بعد الانجاز اللي اتعمل للمغرب، حتى لو انا مش رايح وانا رحت المغرب ككابتن محمود او اي شخصيه تانية، لازم تروح الاتحاد المغربي وتبارك لهم. واخد بال حضرتك؟ دي حاجه. تاني حاجه الاهم اللي انا بقول لك عليه، ان انت شلت حته وفكره الاحتقان اللي كان موجود ان البطوله الافريقيه تقام في المغرب. لا، النادي الاهلي النهارده بيستقبله رئيس الاتحاد المغربي الكابتن محمود الخطيب، بيبارك لهم على كاس العالم اللي فات. انت واخد بالك؟ فاذا كل الحاجات دي دابت. فاعتقد ان الفتره اللي جايه محدش هيتكلم فيها، ودي اهم حاجه. كابتن ابو الدهب، زياره الكابتن محمود الخطيب للاتحاد المغربي هل كان ليها دور ايجابي في زي ما قال الكابتن رضا ان هي تقفل اي مهاترات كانت ممكن اثيرت في البطوله اللي فاتت؟ ما هو الكلام كان كتير جدا في الوقت ده ان الأقشع هو اللي كان، او في مؤامره اتعملت على النادي الاهلي، لكن ده كان المشكله كان عند النادي الاهلي واتحاد الكوره والاتحاد المصري. ان انت الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، لكن المغرب او الوداد ما كانش لهم يد فيها. لكن الزياره نفسها زياره الخطيب نفسها ده الخطيب كبير وفاهم هو بيعمل ايه يا كابتن. الكابتن خطيب كان فاهم بيعمل ايه يا اسلام. ان انت لما بتروح لرئيس الاتحاد المغربي وبتقدم له مباركه بالانجاز اللي اتعمل في المغرب، اكيد ده حاجه كويسه جدا، ودي حاجه تشرف الكره المصريه، وده يمكن الاهلي ممثل عن الكره المصريه، فاكيد الكابتن الخطيب رئيس البعثه هو تصرف ذكي ينم مش عن لا لاعب عادي ولا رياضي عادي ولا رئيس نادي عادي، لكن ينم عن تصرف مختلف وعن رئيس نادي بيمثل مصر وعارف أهمية النادي اللي بيمثله وأهمية الكرة المصرية وقيمة الكابتن الخطيب كمان يعني. فوجود الكابتن محمود الخطيب داخل الاتحاد المغربي وفي نفس الوقت رئيسا للبعثة أو متواجدا مع بعثة النادي الأهلي يؤكد لك، وتصرفه في المغرب يؤكد لك أن محمود الخطيب يختلف عن أي مسؤول آخر داخل مصر. المكسب الكبير من مباراة النهاردة قبل النواحي الفنية هي في توطيد هذه العلاقة الجميلة جدا مع الأشقاء في المغرب. شعب قد إيه يا جماعة محترم، وشعب قد إيه بيحبنا، وشعب قد إيه بيقدر مصر. عايز أقول لكم إنه ديما أهلي ديما أهلي، وإحنا خارجين من استاد ابن بطوطة كله ما بيقولش إلا ديما أهلي. وصلنا للفندق حدث ولا حرج بقى، حتى الاستاف بتاع الفندق مصطفى على الجنبين بيسقف للكل اهلي اهلي اهلي، لغايه حتى وصول البعثه ووصول الاتوبيس ووصول اللعيبه. شوفوا الفرحه قد ايه بقى. هو ده الاهلي، وهي دي المشاعر العربيه الجميله. كل التقدير، كل الحب، كل الاحترام، كل الاشياء الجميله
للاشقاء في المغرب. الحقيقه قد ايه شعب متحضر، شعب محترم، شعب عربي، شعب محب لمصر ومقدر جدا للنادي الاهلي، فليهم الف الف شكر. Audio Jungle.